شيخ أيمن تفضل. السلام عليكم أستاذ عقيل. عليكم السلام، تفضل شيخ أيمن. كيف حالك يا أستاذ عقيل؟ نحمد الله ونشكره. ممكن تعطيني بنتك للمتعة؟ ليش أعطيك بنتي للمتعة؟ ممكن أن تنكح أمك وبنتك وأختك وعمتك وخالتك على فتوى أبو حنيفة. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. اسمه أيمن نوري، بكل احترام وتقدير صعدناه زين، وأنا هسه الآن راح أصعده، أريد أناقشه في فتوى أبو حنيفة. تفضل يا شيخ أيمن نوري، من أين أتى أبو حنيفة بهذه الفتوى التي يخجل منها حتى البعير ويقول اسمعني، اسمع الفتوى، اسمع الفتوى. أبو حنيفة يقول هكذا، اسمع الفتوى حتى تعرف دينك، اسمع الفتوى حتى تعرف دينك. أنا سمعتها منك الحلقة الفاتحة. اسمع الآن، لا الآن ارد أعيدها حتى أنا الآن ارد أعيدها حتى الناس تسمعها. أحبتي الكرام، فتوى لأبي حنيفة ابن زوطة ابن ماه، ويلقب يلقب بالإمام الأعظم. يقول لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، فوطأهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون 40 فقط، وهو قول سفيان. قال فإن وطأهن بغير عقد نكاح فهو زنا، عليه ما على الزاني من الحد. الآن طالبني بالمصدر، أعطيك المصدر. طالبني بالمصدر، أعطيك المصدر. أستاذ عقيل أنا قرأتها قبل. طالبني، لا دقيقة مولاي حسين، دقيقة صبر. الآن تعال ياسر، يلا طلع له الفتوى. ياسر صور له اياه، طلع له الفتوى، صور له اياه. بالشارع هو نزل. تعال وين رايح؟ تعال وين رايح؟ تعال يا شيخ أيمن، تعال بعد. هذه أنا ما انطيتك ترى إلا جزء، أنا ما أتحدث إلا بمصدر ودليل. يا أيمن نوري، يا مغربي، يا وهابي، تعال صير رجل وواجه الشيعة أبطال الحوار رغم أنوفكم بالدليل. أنا ما أدعسك إلا بالدليل، أنا لا أسبك ولا أشتمك، بس أدعس عليك بالدليل. نعم، أسقطك بالدليل. لهذا أنت هربت يا جبان.